السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. تعالوا بقى النهارده كده نستفاد من علب الزبادي وكمان كده من اي كرتونة بيضة عندنا، ايا كان بقى لونها مفيش مشكلة، هتنفعنا جدا. الفيديو النهارده هيكون فيه افكار حلوة جدا وعملية قوي. حطوا لايك جميل زيكم. تعالوا بقى كده نشوف الافكار بتاعه النهارده. اول فكرة بقى عندي النهارده هنستخدم فيها كده بقى اي علبة زبادي تكون متوفرة، وهبتدي انا اجي من فوق هنا وهنقطع كده الجزء ده، وطبعا بيتقطع معانا بمنتهى السهولة. الفكرة بتاعتي هنستخدم فيها الجزء بس اللي بيكون فوق دلوقتي، وزي ما قلت لكم بتقطع معانا بمنتهى السهولة. وكمان على فكرة الجزء التاني ده طبعا متين جدا وحلو قوي. وكمان هستخدم اي بقى غطا متوفر ايا كان برضو شكله مفيش مشكلة خالص، استخدموه. لو كان مربع هيكون برضو حلو قوي. وهبتدي ان انا اثبت بقى الجزء بتاع العلبة بتاعتي من ناحية فوق بالشمع بالشكل ده، وممكن تستخدمي اي لاصق تاني لو انت حابة. ثبت كده واحدة فوق وكمان هثبت واحدة تانية تحت. أما بقى علبة الزبادي بتاعتنا الحلوة دي مش هنرميها، وبرده كده هنستفاد بيها. وهبتدي إن أنا أثبتها كده في النص بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. حلو الكلام؟ اكتبولي في الكومنتات حلو الكلام، وتعالوا نكمل الفكرة بتاعتنا. هاجي بقى من هنا دلوقتي، وكل بس اللي احنا هنعمله هحط هنا شمع علشان الدنيا بتاعتي تكون مظبوطة، وكمان تكون كده متينة معانا بعد كده. وزي ما قلتلك اي لاصق استخدميه. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هاجي هنا من فوق وهنستخدم هنا بقى دلوقتي اللولي. الشريط هيكون حلو جدا. هابتدي إن أنا أجيب بقى اللولي بتاعي وهاثبّته كده بالشكل اللي إحنا شايفينه. وهنا بقى ممكن طبعًا نرسم أي رسمة إحنا حابينها، أو نحط حتى فوق بس كده، أو حتى حوالين الغطا نفسه المدوّر الحلو اللي معانا ده، براحتنا خالص. أي مكان إحنا حابين نحط فيه، نحط فيه هيكون حلو جدًا، وبرضه هينفعنا أوي، وكمان الشكل بتاعنا هيكون حلو. الميزة بقى بتاع اللولي الشريطي إن إحنا ما بنحطش كده واحدة جنب واحدة، لأ بيكون استعماله سهل جدًا وبسيط، وكمان برضه النتيجة بتاعته بتكون حلوة أوي. ثبّتِ كده جزء فوق، وكمان هابتدي إن أنا أحُط بقى على الدايرة بتاعتي بالشكل اللي إحنا شايفينه مع بعض ده، علشان تدّيني النتيجة اللي أنا طبعًا محتاجة إن أنا أوصل لها. وهاكمّل، طبعًا باقص منّه براحتي وباكمّل برضه براحتي خالص. وكمان حتى الجزء اللي تحت ده هابتدي إن أنا أحُط عليه برضه اللولي بتاعي برضه بنفس الطريقة الحلوة اللي إحنا برضه بنثبّته فيها. ممكن نستخدم كمان أي علب زبادي، ما فيش مشكلة، مش لازم خالص برضه نرتبط بحاجة معيّنة. أنا استخدمت هنا الشكل ده هيكون حلو أوي. طيب بعد كده بقى هنعمل إيه؟ كل بس اللي إحنا هنعمله هنا إن أنا هاجي برضه من فوق، وهابتدي إن أنا أحط جزء تاني برضه من اللولي بتاعي. عايزة أقول لِك حاجة، اللولي ده إحنا ممكن نتحكم فيه برضه بألواننا عادي خالص، ممكن نرشه كده لوحده بسبراي فضي أو حتى كمان دهبي لو إحنا حابين برضه نغيّر في لونه. باقول لِك كده على أي فكرة تانية بقى أنتِ حابة تعمليه بيها. يعني لو عايزاه يبقى الدهبي معاكِ رُشّيه لوحده بس بعيد عن أي حاجة. بس هنا أنا ثبّته، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أرُشّها كده كلّها. وهنا هاستخدم الspray الحلو ده ورشّتها كده بspray دهبي، ودي هتكون النتيجة. ممكن بقى نحط كده فوطة تحت، أو حتى كمان نعلّق كده المفاتيح بتاعتنا، هتكون حلوة جدًا وعملية أوي. وفكرتها بسيطة وشكلها كمان هيكون بسيط أوي. اتعملت بمنتهى السهولة من غير وقت ولا مجهود، وما حدش خالص هيصدّق إحنا عملناها من إيه. يعني ولا حد هييجي في دماغه اللي في النُص إيه، ولا حتى اللي فوق، ولا حتى اللي تحت. ودي كانت أول فكرة عندنا النهارده. يالّا حطّوا كده لايك جميل زيّكم، ويالّا ندخل بإيدينا اليمين على تاني فكرة النهارده، وهنستخدم فيها برضه كده الغطيان، وكمان هنستخدم فيها علب الزبادي الحلوة بتاعتنا. طيب هنعمل إيه بقى كده في الغطيان بتاعتي؟ أنا هنا حابة إن أنا أخلّيها متينة أكتر. طيب هاعمل إيه؟ هاثبّت الاتنين الحلوين دول كده فوق بعض. طيب أنا ما عنديش غطيان، بس أعتقد كلنا بيكون عندنا غطيان أيًا كان شكلها. هابتدي كده إن أنا أجيب الغطا بتاعي، وهابتدي إن أنا أثبّت بقى الأجزاء اللي إحنا برضه قطعناها من الأول خالص، زي ما عملنا كده في الفكرة الأولى. وهاثبّت كده واحدة جنب واحدة بالشكل اللي إحنا شايفينه مع بعض ده. نضغط كويس علشان كل حاجة تكون ثابتة معانا، والدنيا تمام معانا. هاجي هنا من ناحية فوق وهاثبّت الجزئين دول في بعض بالطريقة اللي إحنا شايفينها مع بعض دي. وبعد ما خلاص ثبّتت الناحية دي، هابتدي برضه إن أنا أروح الناحية التانية، وبرضه هاثبّت الأجزاء بتاعتي الناحية التانية. بس قبل ما أروح بقى الناحية التانية، أنا هنا بقى إن أنا حبّيت إن أنا أخدمها كويس جدًا بالشمع، علشان بقى ولا تروح يمين ولا شمال، وتتنّيها كده ثابتة، والدنيا بتاعتنا تكون تمام أوي. لو أنتم بقى وصلتوا معايا لحد هنا، اكتبوا لي كده في الكومنتات بتتابعوني منين، وطبعًا لو أنتم من مصر اكتبوا لي برضه بتتابعوني من أي مدينة. هاجي بقى الناحية التانية وهاثبّت برضه نفس الأجزاء بتاعتي برضه بنفس الطريقة. وزي ما حطينا كده شمع من ناحية برّه أو من قدّام كده، برضه ثبّتوا كده شمع من ناحية جوّه، علشان الدنيا بتاعتنا زي ما قُلت لكم تكون متينة كده، وكل حاجة تكون ماسكة بعضها. هنا استخدمت على فكرة علبة زبادي تانية، فما فيش مشكلة خالص. هابتدي برضه إن أنا أحط الشمع بتاعي كده كلّها شكل واحد تقريبًا، فالموضوع يعني مش هيكون طبعًا ظاهر أوي. وهاروح الناحية التانية ونفس الفكرة، هابتدي برضه إن أنا أحط الجزء التاني. أي شمع زيادة أول بأول كده بابتدي إن أنا أشيله، عشان ما فيش حاجة كده تكون عندي مكلكعة، وما فيش أي حاجة تكون ظاهرة عندي.
طيب بعد ما خلاص بقى ثبّتِ الأجزاء الحلوة بتاعتنا دي والدنيا كلّها تمام، وأي شمع كده زيادة زي ما قُلت لكم هنشيله، وهنا أنا باستخدم على فكرة الشمع التايواني علشان دايمًا أنتم بتسألوني عليه، كلّهم أسعارهم واحدة تقريبًا بس الخامات مختلفة. فطبعًا التايواني والماليزي بيكونوا أفضل حاجة، بيمسك معانا كويس وكمان بيطلع معانا سايح كده وحلو أوي. بعد كده هارُشّها هنا سبراي دهبي، واللي مش حابب الدهبي ممكن جدًا يستخدم أي لون تاني. بعد ما خلاص بقى رشيتها والدنيا كلها تمام، هاجيب بقى الاستراس ده، وممكن نستخدم أي بديل تاني لو إحنا حابين، وممكن طبعًا على فكرة نستخدم اللولي هيكون حلو جدًا، وهابتدي بقى إن أنا أثبِّت طبعًا الاستراس بتاعي بالشكل اللي إحنا شايفينه مع بعض ده. الموضوع بسيط جدًا وما فيهوش أي صعوبة والدنيا كلها هتكون تمام جدًا. طيب بعد ما خلاص بقى ثبِّت الناحية دي، هاروح بقى الناحية التانية ونفس الفكرة هابتدي إن أنا أكمّل، وزي ما قُلت لكم الموضوع هيخلص بسرعة جدًا، أنا يمكن مبطّئة الفيديو حاجة بسيطة علشان في متابعين كتير بيكتبوا لي ما تسرّعيش الفيديوهات، وعايزين نشوف كل خطوة بالتفصيل. ثبِّتّ هنا واحدة، وبعد كده هاروح الناحية التانية بقى اللي هي تحت، كان عندي هنا مقطّعة شرايط، فهابتدي بقى إن أنا أستخدم كده برضه واحدة تانية، وهابتدي إن أنا أثبِّتها برضه من ناحية تحت. لو أنتم وصلتوا معايا لحد هنا اكتبوا لي في التعليقات بقى كده عايزين نعمل أفكار إعادة تدوير لإيه الفترة الجاية. هاروح بقى كده فوق وهابتدي إن أنا أثبِّت برضه فوق، وعايزة أقول لكم التزيين ده اختياري، ممكن أي مكان بقى إحنا حابين نحُط فيه، طبعًا الإستراس نحُط فيه ونكمّل، فالموضوع بتاعنا بيكون بسيط جدًا. حبيت برضه إن أنا أضيف كده الناحية التانية، وهابتدي إن أنا أكمّل لحد ما أوصل برضه لجميع الجهات بتاعتي. لو أنتِ بقى حابة تستخدمي غطا أكبر من ده ما فيش مشكلة خالص، ممكن نكبّر الغطا من الأول، وبعد كده أبتدي بقى إن أنا أحُط طبعًا الأجزاء بتاعتي بمنتهى السهولة. على فكرة في فكرة حلوة جدًا، جدًا، أنا فعلًا حابة إن أنا أعملها لسه جاية في دماغي حالًا، إن شاء الله هانفّذها معاكم وهتكون حلوة جدًا برضه، ونتيجتها أكيد هتعجبكم جدًا. طيب بعد ما خلاص بقى ثبّتت كده الأجزاء بتاعتي وكل حاجة بقى حلوة لحد هنا، أنا محتاجة إن أنا أرفعها شوية، فهاثبّت كده لولي من تحت، وبعد كده هاستخدمها كمنظم بالشكل ده. نحطها في أي مكان إحنا حابينه، فكرته بسيطة وسهلة واتعملت بمنتهى السهولة وكمان مختلفة أوي. ممكن نكبر الغطا زي ما قلت لكم فهياخد معانا حاجات أكتر من كده. ودي كانت تاني فكرة عندنا النهاردة، يلا كده حطوا لايك جميل من إيدكم الجميلة دي، وتعالوا نروح بقى على تالت فكرة عندنا النهاردة وهنستخدم فيها برضو نفس علب الزبادي، بس هنستخدمها هنا بقى أكبر شوية، وكمان هنستخدم فيها كرتون البيض اللي احنا برضو عارفينه كلنا. أي لون استخدموه، أنا هنا استخدمت اللون ده لأنه كان متوفر عندي، وكمان استخدمت لون تاني لأن برضو كملت بيه، فطبعا أي لون استخدموه مفيش مشكلة خالص. هنا هنقطع بقى الأجزاء دي، طب نقطعها بإيه؟ والله لو احنا عندنا قطر كده حلو ابن ناس مفيش مشكلة خالص، هنقطعها بالقطر الحلو ابن الناس. لو احنا ما عندناش ممكن سكينة، ما عندناش أو مش حابين يا ست استخدمي المقص، أهم حاجة أنا عايزة الجزء ده تجيبوه بقى أو تقطعوه بأي طريقة مش مشكلة خالص، إحنا كل الفكرة إن إحنا عايزين الجزء الصغيّر الحلو ده. حلو الكلام، حلو الكلام. بعد كده هنعمل إيه، بعد كده هنجيب علبة زبادي زي اللي معايا دي، أو حتى كمان علبة بلاستيك عادي جدًا، أي علبة، وهابتدي إن أنا آجي هنا على الجزء ده، وهابتدي إن أنا أفتحه بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. ممكن تستخدمي علبة آيس كريم هتكون حلوة جدًا. وزي ما إحنا متعودين مع بعض أنا هادّيكِ الفكرة وأنتِ بقى بدّعي فيها بعد كده براحتك خالص. أو نفذيها بأي طريقة أنتِ حاباها. هافتح بقى الجزء اللي تحت بتاعي ده بمنتهى السهولة، وزي ما قُلت لكم الموضوع بيكون بسيط جدًا بالشكل ده، وبعد كده هاجيب علبة زبادي تانية بس هتكون هنا بقى مقفولة، وهاجي هنا بقى هاحط الشمع بتاعي زي ما إحنا شايفين بالطريقة اللي إحنا شايفينها دي. طيب بعد ما خلاص بقى حطينا الشمع بتاعنا هنقفل الجزئين دول، وطبعًا نضغط كويس علشان كل حاجة تكون ثابتة معانا والدنيا كلها تكون تمام. طيب هاعمل إيه بعد كده، هاجيب بقى دلوقتي كرتون البيض اللي إحنا عملناها مع بعض، وهابتدي بقى إن أنا أثبّتها كده واحدة جنب واحدة لحد ما نوصل للنهاية بالطريقة اللي إحنا شايفينها دي. الموضوع بيكون سهل جدًا وبسيط وما فيهوش أي صعوبة خالص، وهتلاقوا كده الدنيا بتاعتنا خلصت بسرعة جدًا، جدًا. وكده، كده أصلًا الشغل في الأعمال اليدوية دي فعلًا ممتع جدًا. أنا عن نفسي لمّا أقعد فترة ما اشتغلش يعني باحس فعلًا إن أنا تعبانة نفسيًا، باحب إن أنا فعلًا أشتغل أعمال يدوية، لإن هي فعلًا بتخرّج الطاقة وفعلًا بتبعدنا كده عن أي حاجة تانية. طيب بعد كده هنعمل إيه، هاكمّل برضه هنا استخدمت لون تاني زي ما قُلت لكم استخدموا أي ألوان، كده، كده كل ده هيتدارى بعد كده. هاثبّت كده بالشكل اللي إحنا شايفينه مع بعض، حطيت الشمع بتاعي وبعد كده هاكمّل لحد ما نوصل لنتيجة إحنا شايفينها دي. طيب الجزء اللي فوق ده هنسيبه كده؟ لأ مش هاسيبه كده، هابتدي برضه إن أنا أحط فيه كده الأجزاء بتاعتي لحد طبعًا ما أخلّص، والموضوع برضه هيكون سهل جدًا وما فيهوش أي مشكلة خالص.
لو قابلِك بقى كده أي شمع زيادة ما فيش مشكلة خالص، هابتدي إن أنا أشيله كده بمنتهى السهولة، لحد طبعًا ما الدنيا بتاعتنا تكون كلها تمام، وهنا هارشّها بسبراي دهب فضي اللي أنتِ حاباه، وهنا رشيتها سبراي دهبي ودي هتكون النتيجة. طيب بعد كده بقى هنستخدمها في إيه وهنستخدمها إزاي؟ هاستخدمها بقى بالشكل ده، ممكن نحط فيها كده أي حاجة إحنا حابينها، نحط فيها ورد كده زي ما أنا عملت هتكون فكرة حلوة جدًا، وعاملة كده زي الأناناسية وكيوتة أوي في نفسها، ممكن كمان نستخدمها كمنظم برضه هتكون فكرة حلوة جدًا وعملية، وبرضه هتكون عملية جدًا، نحط فيها بقى أي حاجة زي ما قُلت لكم. كان فيديو النهارده عملنا فيه أفكار من حاجات فعلًا بنرميها ومش بنستفاد بيها خالص، حطوا لايك جميل زيكم، وكمان شاركوا الفيديو على صفحاتكم لو أنتم حابين طبعًا تشوفوه بعد كده. علشان تقدروا توصلوا له بمنتهى السهولة، واستنوا إن شاء الله في فيديو جديد.